وهنا بعد ما غبت رجعت لكم بوصفة ذوبان. وأكيد هواي يجي على بالكم تسوون تكة الدجاج على الفحم، بس مرات تتكاسلون تقدرون تسووها بالفرن، راح تطلع وياكم ذوبان أصلي. تعالوا شوفوا الطريقة ولا أسهل. حتى نحضر صوص التكة، هنا نبرش الليمونة وبعدين ناخذ العصير مالتها تقريبا ربع كوب. ربع كوب زيت الزيتون، ملعقة كبيرة من معجون الطماطم، ملعقة كبيرة من اللبن، ثوم مهروس والشطة المهروسة، التوابل ملعقة صغيرة من البابريكا والكمون والكزبرة، رشة الفلفل الأسود والملح. أخلطهم كل زين. صار عندي الصوص جاهز، أنزل عليه مكعبات صدر الدجاج، أنا قطعتها بحجم متوسط. أتبلها، وإذا تتبلوها قبل يوم تكون أطيب. هنا تبلتها تقريبا ساعتين. هنا جبت الشياش مال التكة، دا استعمل الحديد وتقدرون تستعملون الخشب. كل قطعة دجاج ما بيناتهم حطيت قطعة من الخضروات، إذا الفلفل أو البصل أو الطماطم أو الفلفل الحار. شكلت كل قطع الدجاج بهذا الشكل وخليتهم ببايركس حطيت لي جوا ورقة ويكون بهذا الشكل حتى أقدر أعلق عليه الشياش مالتي، وأدخله على الفرن فوق وجوا وحرارة تكون 200. بعد ما طلعوا ديروا بالكم راح يكون حار إذا الشاش حديد. وقدمتهم بهذا الشكل وطلعوا ذوبان، وألف عافية.